المزارع الهولندية وحقول التوليب في هولندا. Google tulip. Tulips come to mind for many. The tulip is the national flower of the Netherlands. The Netherlands produce about 50% of all flowers in the world. The most famous one of all, the tulip of course. مزارع التوليب في هولندا مهمة لدرجة إن هم بيصدروا 175 مليون زهرة توليب كل سنة. وصلنا مكان افتتاح التوليب وهو هيفتح الساعة 12 بالظبط، وحاليا الساعة بالظبط 12. بصوا هو ده الافتتاح على الضيق كده، وفي تلفزيون بيصور، وفي برضو زي باند بيغني وكده. بصوا عاملين الخيمة دي عشان تاخد معلومات اللي انت عايزها عن الطريق، عشان في كذا طريق ممكن تاخده للزهور. في حوالي طرق للتوليب، فيلا بينا ايه نستكشف الطرق دي. وعاملين كده جزء الاطفال ان هم يرسموا زهور التوليب على الارض. برضو واحنا بنشتري الخريطة للعربية ادونا اللزقة دي بتحطها هنا في العربية كده، عشان اي مكان او اي مزرعه بتخشها زهور التوليب لو شافوا الستيكر ده بتخش من غير ما تدفع اي حاجه. وهولندا اكبر دوله مصدره لزهور التوليب على مستوى العالم. عشان تيجي تشوف مزارع زهور التوليب دي انسب وقت اخر شهر 4 واول اسبوعين من شهر 5، عشان بعد كده الزهور دي كلها بتتقطع وبتتصدر للعالم كله. بصوا الجمال يا جدعان، بصوا شكلها، بصوا دي عامله ازاي، بصوا دي احمر فاصفر، يعني سبحان الله. ودي كلها لونها احمر. بصوا طول الورده عامله ازاي، يعني سبحان الله. وفي بقى ايه الوان مختلفه. بص الناس دي شغاله هنا وادونا الورده دي. في مزارع التوليب هنا الراجل ده شرح لي ان في زهور التوليب بيبقى فيها فيروس، بيحط فيها زي سبراي كده. فهو شرح لي ان هنا مثلا الورده دي مش صحيه، شايفين البتاع ده تقريبا هيموت، وده شكل الورده الصحيه تماما كويسه. فهم شغلهم ان هم يمشوا في الحقول دي ويشوفوا الورده اللي مش صحيه يدوها زي سمات كده عشان تبقى كويسه، ولو شافوها ما فيهاش رجا خالص زي ما انتم شايفين بيقطعوها، عشان هولندا تصدر ورده توليب لجميع انحاء العالم باعلى جوده ممكنه. فالناس دي شغلتهم ان هم يقطعوا جميع الورد اللي مش كويس ويرموه، والورد الكويس الصحي اللي زي ده بعد اسبوعين 3 يقدروا يقطعوه ويصدروه للعالم. دلوقتي بقى ايه هنكمل طريقنا لاستكشاف طريق التوليب هنا في هولندا. ونسيت اقول لكم ان الخريطه دي مع الاستيكر عامله 5 يورو. بصوا وصلنا مزرعه توليب ثانيه اهي، وعايز اقول لكم الولايه اللي احنا فيها دي ولايه اسمها فليفولاند. الولايه دي ما كانتش موجوده هنا في هولندا، وبسبب ان الهولنديين بنوا السدود الارض دي اتنشأت جديده، فدي احسن ارض يطلع فيها زهور التوليب. بص زي ما انتم شايفين هنا الورد ده كله ورد مات عشان جاله فيروس وكده، فقطعوه زي ما انتم شايفين عشان لو اتساب بيأذي الورد اللي جنبه. اتحركنا وشفنا مكان تاني وجينا هنا مزرعه تزرع زهور التوليب، وزي ما انتم شايفين ده المكان اهو، ودي الالات اللي بيستعملوها، وفي المخزن ده جوه برده كله الات، وهنا اهو زهور التوليب. وعاملين جوه برده جوه المزرعه هنا مكان تقدر تشرب فيه قهوه وشاي. المكان ده فاتح خلال الشهرين بس اللي بيبقى موجود فيهم زهور التوليب. بصوا ده شكل المكان من جوه عامل ازاي. اللبن بيجي من البقر طازه بره عن طريق الانابيب من فوق، وبيخش هنا عن طريق الالات دي من غير اي تدخل يدوي. بصوا شكل الالات عامل ازاي، هحس انها تحفه فنيه. وطبعا هولندا متطوره جدا في المجال الزراعي وعندهم احسن الالات. بصوا مثلا الاله دي انا مش عارف بصراحه بتاعت ايه، المكنه يعتبر بتبدا من طولي لحد فوق، وطبعا انا مش عارف المكنه دي بتاعت ايه، فاللي يعرف يبقى يكتب لنا في الكومنتات. وصلنا مزرعه ثانيه وتم هنا عمليه حصاد زهور التوليب، والناس اللي بتحصد الزهور هناك اهي. فتعالوا بقى ايه نشوف عمليه الحصاد دي بتتم ازاي. بصوا على حسب ما سالتهم بتتم عمليه الحصاد عن طريق مكنه كده معينه بليفل زهره معينه، يعني المكنه بتبقى ماشيه تشيل الورده اللي هي طولها مقاس معين، والورده اللي اقصر من كده مش بيتم عمليه الحصاد ليها وبتتساب، وبيجي بعد كده ناس شبه دي كده بيقوموا شايلين الجزء العالي من الورده. يعني هنا على سبيل المثال لسه ما تمش عمليه الحصاد، مثلا الورده دي طولها كويس فبيتم عمليه الحصاد ليها، لكن المكنه هتعدي بتشوف الورده دي مثلا قصيره شويه عن الورده دي، فمش بيتم عمليه الحصاد للورده دي. وفي برضو جنب حقول التوليب هنا زي المحل ده كده بيبيع فيه الفلاحين الهولنديين منتجاتهم من غير ما يكون حد واقف، ويبيعوا برضو تفاح وبيض. وفي المكنه دي تقدر تشتري منها لبن فريش بعامل يورو 20 سنت، وانا اشتريت نص لتر عامل 60 سنت، وطعم اللبن كان جميل جدا. لو انت عايش هنا في هولندا وبتشوف الفيديو ده في شهر 4 او شهر 5 لازم تلحق تشوف الورد ده، وهي حوالي 40 دقيقه من امستردام. تعالوا بقى اقول لكم على اهم الاماكن اللي ممكن تروحوها او اللي احنا رحناها في الفيديو هنا باسعار تذاكر الدخول. اول حاجه احنا عملنا اشترينا الخريطه دي، والخريطه دي فيها حوالي 3 طرق، واقل طريق فيهم 81 كيلو. وممكن برضه تشتري الخريطه دي عن طريق الموقع بتاعهم اسمه تولبرروتا فليفولاند.nl،
وهتلاقي كل المعلومات موجوده على الخريطه دي. تاني مكان معانا اسمه في دي سلوت توربن بي في او شو جاردن، ودول عباره عن منطقتين، والمنطقتين دول الدخول ليهم مجاني تماما، وتقدر برضو تخش جوه حقول الطلب وتتصور فيها، والفلاحين هناك بيسمحوا بده، بس حاول بقدر الامكان تحافظ على الزهور. تالت مكان معانا واسمه كويكن هوف، المكان ده برضو مشهور جدا، عباره عن حديقه كبيره فيها برضو زهور الطلب وفيها برضو ورود غير زهور الطلب، ورسوم دخول المكان ده 19 يورو ونص، وللاطفال 9 يورو، ولو معاك عربيه رسوم دخول العربيه 8 يورو، ولو هتروح بالعجله ملهاش رسوم دخول بتدفع حق التذكره بس. والمكان ده بيفتح في اخر شهر مارس وبيقفل في نص مايو، يعني السنه دي فاتح 21 مارس وهيقفل 12 مايو. وفي برضو اماكن تانية كتير زي المكان ده تقدر من خلاله تخش الارض الزراعيه وتقطف ورده الطلب اللي انت عاوزها وتعمل بوكيه ورد اللي انت عايزه، والورده عامله 35 سنت. وفي برضو المكان ده عاملين فيه انك ممكن تتصور الصور اللي انت عايزها، وعاملين اماكن مخصصه للفوتو سيشن. المكان ده برضو كويس جدا، وسعر دخول المكان ده 7 يورو ونص. وفي برضو اماكن كتير ممكن تروحوها، في منها المدفوع وفي منها الفري. هسيب لكم كل الاماكن دي بلينكات المواقع بتاعها تحت الفيديو ده، بخش شوفوا اللينكات دي. وبس ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي. يومكم دايما لذيذ، سلام.